صراحه بدي احكي عن موضوع الحلقه اليوم. تفضل. اختيار موفق. حكينا في الاغنيه هاي عن شغلات خفيفه زي ما قلت لك، اللي هي عن اصدقاء، عن عن رضا الله سبحانه وتعالى، عن عطاء الله سبحانه وتعالى، عن شغلات خفيفه. اوكي، حاولنا نحط هالشغلات هاي اللي احنا بننبسط فيها بحياتنا، وتكون بايد كل واحد. يعني مثلا انت بتشتري الاصدقاء بفلوس؟ لا طبعا. لا طبعا، بتشتريهم انت بنفسك، انت بسعادتك، بشخصيتك، باخلاقك بتشتريهم. فحاولنا انه نقول انه هاي الصفات والشغلات اللي انت ممكن تساعد فيها حالك ممكن تكون موجوده فيك اصلا. انا بدي اتاكد محمد على النقطه اللي حكيتها قبل شوي، الثلاث اشياء اللي هي سبب سعادتنا في هذا الكليب اللي انت ذكرتها، ايش هي ثاني مره؟ اللي هي فرحه الدنيا بلاقي. اول شيء هم اربعه، يعني هيك خلينا نقول. تمام. اوكي، انه انت دائما تكون فرحان في دنيتك، هذه اول شيء. تكون زيل حاط خلص الهم، انه انت زيل الهم حاط في واستمتع دنيتك انه خلص وانبسط. بدك تنبسط فيها. الفرح، تمام، الفرح. ثاني شيء الاصدقاء. الاصدقاء دورهم فرحه بالسعاده. بلاقي اخواني. طبعا الاصدقاء برضو بيشمل الاهل كمان اكيد. طبعا ما هي فرحه بلاقي اخواني و دائما انت راضي علي ربي. بس في اللي قبليها هو ايش بيت انه هلا احنا. اوكي، خلينا بالفرحه. اول شيء الفرحه، أوكي. ابتسامتك انت، سعادتك الداخليه. الاصدقاء او خلينا نسميه الدافع الخارجي لك بالسعاده. ثلاث. رضا الله سبحانه وتعالى، هذا اول شيء دائما طبعا. انك راضي علي دائما ربي، هذا طبعا اول شيء بيكون. فاذا قلنا احنا رضا الله سبحانه وتعالى والاصدقاء والاخوان ومحبه الناس. ماشي. واللي هي محبه. دائما انه دائما انت خلص ماشي. تكون حاط انه ببالك انك تخلي الدنيا كثير سعيده، خلص انها حتشوفها سعيده باذن الله. تمام، اذا احنا بنكون سعيدين